بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا حبايبي؟ يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ الفيديو الجميل ده مع بعض. وهو ان احنا النهاردة عملنا روتين كده ايه للطيور بتاعتنا اللي مش كتير، شوية عوال خالص وحاجة بسيطة، بس الحمد لله الحمد لله على كل شيء. طبعا انا زي ما قلت لكم ومعرفاكم ان انا في الشتاء مش بحب اربي طيور كتير، علشان الطيور عندي بتموت من السقعة وبتموت من الشتاء. فدول ايه حاجة بسيطة كده، ايه قلت ربي ايه, بطاطين سوداني كده ومعاهم دكر علشان في الصيف بإذن الله يطلعوا لي. والرومي ده كان عندي بسم الله ما شاء الله، كان عندي كتير جدا، كان طالع لي كمية كبيرة، بس يلا بقى ما فيش نصيب، ماتوا، تعبوا، جالهم دور كده وماتوا. بس الحمد لله على ربنا يجيبه، الحمد لله ألف حمد وشكر لك يا رب. لو أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني كده وتحط لي لايك وتحط لي كومنت جميل زي كده وتعملي لي اشتراك في القناة علشان القناة بتاعتنا تكبر بكم كده بإذن الله. و... وتقفوا جنبي كده يا حبايبي، بالله عليكم حطوا اللايك لأن اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. طبعا ايه الفرخة دي كان ديك بتاع سلفتي، كان نازل عند الطيور بتاعتي، بس سيبته طبعا ياكل معاهم لأنه طبعا ايه سلفتي كانت قافلة على الطيور بتاعتها ونست الديك ده بره، فانا خفت احوشه، يعني امشيه يطير ولا كده. طبعا ايه الطيور دي طبعا بتاكل ايه الاكل اللي انا وريته لكم كده في الاول ده، كان عليقة على عيش، عليقة بياضة على عليقة تسمين على عيش. بعمله لهم خلطة كده وبحطه لهم في الشتاء، علشان مش بحب اعمل سرسة كده وحاجات من ديت، علشان طبعا بياكلوا وبيعكوا الدنيا ونكنس وبيبهدلونا. فالاكل ده اكل حلو مغذي لهم عشان الشتاء وكويس لهم، وايه ومن ناحية تانية عشان ما يبهدلنيش في الكنيس. والخضار ده بقى كان بواقي ايه كرنب ولفت وحاجات خضار من اللي احنا عاملينه للبيت، بتحطه لهم علشان يرفع لك المناعة بتاعتهم. طبعا الطيور في الشتاء بيحبوا الخضرة جدا عشان ترفع عندهم المناعة وتقويهم كده وتخلي عندهم مناعة. وجبت لهم المية بتاعتهم بقى، غسلت لهم الايه الحلة بتاعتهم اللي فيها المية ونضفتها وحطيت لهم مية عشان يشربوا، وطلعتهم في الشمس كده ياخدوا ايه حمام شمس جميل كده ايه ويتشمسوا، لان طبعا الأوضة مهما تكون الأوضة بتاعتهم بتبقى رطبة وبرد كده ايه مش زي ما بيبقوا على السطح. فاليوم اللي بلاقي الشمس فيه حلوة كده وطالعة بطلعهم بره يتشمسوا شوية. وبإذن الله هنعمل فيديوهات كتير بعد كده مع بعض عن الطيور. هجيب طيور بإذن الله، أنا في الصيف بربي طيور كتير وبيبقى عندي طيور كتير عن كده، لأن زي ما قلت لكم أنا مش بحب أربي طيور في الشتاء عشان جربتهم كام مرة بيموتوا مني، لأن الطيور عندي على السطح بتتبهدل جدا مني في الشتاء. وهو السنة دي يعتبر ما فيش شتاء قد كده، بس الحمد لله الحمد لله على ربنا يجيبه. كده بقى كانوا ايه كلوا بقى العليقة على العيش، عليقة بياضة على عليقة تسمين على عيش، علشان الطيرة لو عندك طيرة بتبيض تبيض معاكي. يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم فيديو جديد.